ارتبطت الحضارات القديمة ارتباطا وثيقا بالأساطير، والتي كانت تعتبر الوسيلة التي استخدمها البشر لمحاولة تفسير ما يدور حولهم في العالم، مثل تفسير نظرية نشأة الكون، بالإضافة إلى إرساء القواعد الأخلاقية والدينية، وهذا ما سنعرفه خلال برنامجنا مصريات. انتقلت الأساطير عبر الأجيال على مر العصور من خلال الحكايات الشفهية ومن خلال النقوش والرسوم الموجودة على جدران المعابد والمقابر القديمة، وكانت تعد مصدرا غزيرا لدراسة العقائد المصرية. ارتبطت الأساطير ارتباطا وثيقا وتشابكت مع الأديان في الحضارات القديمة، وكانت تعرض لنا على سبيل المثال الحضارة اليونانية مجموعة من الآلهة التي تعيش فوق جبل الأولمب، من أمثلتها الإله زيوس إله السماء، وأثينا آلهة الحكمة. كما تعرض الحضارة المصرية القديمة دور هذه الآلهة في تفسير حركة الشمس فيضان النيل، ومن أمثلة هذه الأساطير أسطورة الإله رع إله الشمس، والإله أوزوريس رئيس محكمة الموتى في البعث والخلود في الحياة الأخرى لدى المصريين القدماء. من أشهر الأساطير الموجودة في الحضارة المصرية القديمة هي أسطورة إيزيس وأوزوريس. وكان يعتقد المصري القديم في البداية أن السماء والأرض إلهين تزوجوا وأنجبوا 4 أبناء، وهم إيزيس وأوزوريس وست ونفتيس. كان معروف عن أوزوريس العدل والسلام، وكان ملك محبوبا من شعبه، علم البشر القانون والزراعة، وثبت في مجتمعه السلام والاستقرار، وكان يحكم بجانب زوجته الوفية إيزيس. ولكن أخوه ست كان حاقدا عليه بسبب حب الشعب ليه وبسبب هذا المجد الذي وصل له أوزوريس، لذلك فكر في قتله واسترداد العرش منه. وقام ست بتجهيز تابوت مخصص لأوزوريس، وأعلن عنه في إحدى الاحتفالات أنه سوف يقوم بإهداء هذا التابوت المصنوع من الذهب الخالص لمن يناسبه هذا التابوت. وبالفعل في إحدى هذه الاحتفالات أعلن ست عن هذا التابوت، وقام المدعوين في هذا الاحتفال بتجربة التابوت، ولكنه لم يناسب أحد إلا أوزوريس الذي صنع خصيصا له. وعندما دخل أوزوريس إلى التابوت، قام أخوه ست بمساعدة مجموعة من أعوانه بإحكام غلق هذا التابوت ووضع طبقة من الرصاص المصفور فوقه، وقام بإلقاء هذا التابوت في نهر النيل، حيث نقلت المياه التابوت حتى وصل إلى سواحل فينيقيا، واستقر تحت شجرة ضخمة في مدينة تدعى جبيل. وعندما علمت إيزيس بهذا الخبر حزنت حزنا شديدا، وقررت البحث عن جثمان زوجها. وبالفعل قامت بالتنقل بين مدن بلاد فينيقيا حتى وصلت إلى شجرة ضخمة عثرت على التابوت الموجود به أوزوريس تحت هذه الشجرة، وقامت بإرجاعه إلى مصر سرا. ولكن عندما علم ست بهذا قام بسرقة جثمان أخيه، وقام بتقطيعه ل 14 جزء، وضع كل جزء منهم في إقليم مختلف من أقاليم مصر. ولكن لم تيأس إيزيس من هذا، فقامت بمساعدة كل من أختها نفتيس وابن الإله أنوبيس بتجميع قطع جثمان زوجها، وقامت بوضعه في القماش المقدس، وتعتبر هذه أول عملية تحنيط في التاريخ. وبالفعل استطاعت إيزيس بمساعدة سحرها القوي أن تعيد الحياة إلى زوجها، ولكن مؤقتا. ظل معها زوجها لمدة ليلة، نتجت عن هذه الليلة أنها حملت في ابنها حورس، هذا الطفل الذي خاض صراع طويل ومعارك كثيرة ضد عمه ست حول استعادة العرش منه، أنه أصبح الملك الشرعي والوريث للإله أوزوريس.
أوزوريس، وأصبح أوزوريس بعد وفاته هو ملك لمحكمة الموتى الموجودة في الحياة الأخرى والبعث والخلود لدى المصري القديم. تعتبر هذه الأسطورة من الأسس العقائدية المرتبطة بالديانة المصرية لدى المصري القديم، والتي كانت ترمز للصراع الدائم بين الشر والخير على مر العصور. وهكذا اعتبر فرعون مصر الذي كان يلقب به ملك مصر على مر العصور أنه خليفة حورس على الأرض لإرساء النظام والاستقرار والعدل على الأرض. وأصبح المتوفى يعرض على محكمة الموتى التي كان يترأسها الإله أوزوريس في العالم الآخر. توجد الكثير من الأساطير المشوقة في الحضارة المصرية القديمة، ولكن بجانب الحضارة المصرية القديمة توجد الكثير من الحضارات الأخرى، ومن ضمن هذه الحضارات الحضارة اليونانية القديمة التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الأساطير المشوقة. ومن ضمن هذه الأساطير أسطورة صندوق بندورة. تعود هذه الأسطورة إلى الأدب الإغريقي القديم من ضمن أعمال الشاعر القديم هيسيود، الذي ذكر هذه الأسطورة من خلال عملين من أعماله، وهما الأنساب التي تحدث فيها عن خلق الآلهة والعالم، والأعمال والأيام، والتي تعتبر المصدر الأساسي لأسطورة بندورة. تعتبر هذه الأسطورة على توضيح مدى القوة الكامنة في الفضول الخفي لدى البشر وخاصة في النساء، وقام بتوضيح هذه الصورة في إطار ثقافي يعكس نظرة المجتمع اليوناني القديم لدور المرأة في المجتمع. في بداية العالم قام الآلهة بخلق البشر، وكانوا يعيشون في سلام دائم، لا يوجد أي نوع من أنواع الشرور. ولكن تبدلت الأحوال عندما قام أحد الجبابرة ويدعى بروميثيوس، عندما أخذ النار الموجودة فوق جبال الأولمبس وقام بنقلها إلى البشر، ولذلك غضب الإله زيوس بسبب الفعل الذي قام به بروميثيوس، وقرر معاقبة البشر عما قام بفعله. وقرر معاقبة البشر من خلال إرسال شر مخفى في صورة هدية ثمينة ترسل للبشر. لذلك أمر الإله زيوس إله الحدادة والحرف بأن يقوم بصنع فتاة فاتنة الجمال، وسميت بندورة، ومعنى بندورة التي منحت كل شيء، لأنه بعد أن قام إله الحرف والحدادة بصنعها قام كل إله بإعطائها صفة معينة. قامت أفروديت بإعطائها صفة الجمال، وقامت أثينا بإعطائها صفة الحكمة، وقام أبولس بإعطائها صفة الصوت العذب والموسيقى. ومن هنا جاء اسم بندورة التي منحت كل شيء. أرسلت بندورة إلى الأرض كهدية ثمينة وزوجة لأخ بروميثيوس الذي قام بتحذير أخوه بعدم قبول أي هدية من الآلهة، ولكن افتتن أخو بروميثيوس وقام بالزواج من بندورة. وأرسل مع بندورة صندوق محكم الغلق وأمرت بعدم فتحه نهائيا، ولكن بندورة لم تستطع مقاومة فضولها وقامت بفتح الصندوق. وبمجرد ما فتح الصندوق خرجت كل الشرور للبشر مثل الكراهية والحزن والجوع والفقر. ولكن خافت بندورة بسبب ما حدث وحاولت إغلاق الصندوق بسرعة، ولكن بعد فوات الأوان ولم يبقى داخل الصندوق إلا شيء واحد، وهو الأمل، والذي كان يعتبر العزاء الوحيد للبشر بسبب الشرور التي انتشرت فيه. تحتوي هذه القصة على الكثير من الرموز التي تفسر ما عاشه البشر على مر العصور. تمثل بندورة الفضول المؤدي للكوارث، ويمثل الصندوق الشر الخفي وراء الإغراء، ويمثل الشرور الموجودة في العالم المعاناة التي عاشها البشر قديما. وهكذا تعرض لنا الحضارات القديمة مدى استخدام البشر قديما هذه الأساطير في تفسير الظواهر وتفسير الأمور التي عاشها القدماء. وهذه الأساطير ساعدتنا في الحصول على الكثير من المعلومات عن الحضارات القديمة مثل الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية والحضارة المصرية القديمة.